السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات عبد الرحمن. ان شاء الله لقاكم بخير وعلى خير يا ربي. قبل ما نبدا لا فيديو نحب نرحب بالمشتركين داخل وخارج الوطن، نقول لهم مرحبا بكم في قناه عبد الرحمن. وبمناسبه مرور سنه على قناتي نقول لكم شكرا على دعمكم لي والتعليقات المحفزه. نقول لكم بكم ان شاء الله نستمر. كما راكم تشوفوا وصفتنا لنهار اليوم حتكون عبارة عن كيكة بذوق الشوكولا، تجي خفيفة وتجي داخل تحسبوها مشربة وهي ماشي مشربة. واحد السر بسيط او المكون اللي ضفتو للخليط ديالي هو اللي عطالها خفة، وتجي داخل تحسبوها مشربة بالشوكولا وهي بزاف بنينة. يعني وصفة تستاهل انكم تجربوها، واكيد اكيد انها راح تنال اعجابكم وراحين يحبوها الدراري وكتعاودوا تجربوها للمره الثانيه والثالثه. لما لا؟ خفه قلت لكم طراوه ما شاء الله. بلا ما نطول عليكم نقول لكم يلا بينا نروح نشوفوا طريقه التحضير وين راه السر اللي خلى الكيكه تاعي تجي خفيفه. وش نحتاجو في الكيكه تاعنا السهله وسريعه التحضير؟ عندي 3 حبيبه تاع بيض وبيكربونات قريصه، عندي 150 غرام تاع سكر، 150 مليلتر حليب و150 مليلتر زيت، عندي 170 غرام تاع فارينه و30 غرام تاع كاكاو، زوج خمارات لافاني، الملح ديالي بسم الله، نضيف عليها لافاني والسكر ونطلعهم. دوك هنا نبدا نضيف لها الزيت بالتدريج. وهنا بعد ما خلطت مليح السكر مع البيض ديالي والزيت والحليب، نمروا للمرحله المهمه اللي قلت لكم المكون اللي عطى للكيكه تاعي هذيك الخفه وهذيك البنه تاع التشمخ، وهي مغرف تاع شوكولا تاع ماكسا ولا اي شوكولا تاع طالع تكون متوفره عندكم. جربوها وردوا لي الخبر. هنا في هذه المرحله نكمل غير بالفوي الكل، يعني 200 غرام ما بين فارينه والكاكاو. قلت لكم 170 غرام تاع فارينه مع 30 غرام تاع كاكاو بني. نضيف عليه زوج خميره، وهانتوما وقت تحضروا فيها الفرن تاعكم تشعلوه. انا شعلت الفرن ديالي. نكمل عليه كاكاو والفارينه اللي قعدت لي ونخلطهم بالملح. هاوليك الخليط تاعنا تحصلوا عليه لازم يكون هكا خفيف، ما لازمش يكون ثقيل باش يجيكم قلت لكم الكيكه تاعكم تجي طريه لداخل. جبت انا هنا هذا المول العجيب، دهنته بشويه تاع زبده والفارينه، ندير فيها الخليط ديالي، نديروه في المول ديالي. هنا
ندخلو على 180 درجة. كي تشوفوه طلع ندخلو الكيردون، كي يخرج ناشف تعرفوه باللي راهو طيب، وراح ندخلو يطيب ونعاودو نولو نديرو التزيين مع بعض. هاي ديك الكيكه تاعي بعد ما طابت، شوف الله يبارك، يعني حتى كي قلبتها في الطبسيت تقلب لكم بالخف ما تلصق لكمش، لان ما تخافوش كي ديروا الزبده مع الفارينه المول تاعكم ما يلصقش. شوفوا طريه ما شاء الله. هنا ذوبت شويه تاع الماكسون حمام مائي ونديرو هنا في الوسط، وديروا نتوما واش حبيتوا كتزيين، يقعد لكم اختياري. راح نديرها وهي سخونه باش بالخف تمشي لي الشيكولا ديالي. نوريكم بلي الدراري هادي راهم رايحين يحبوها، وراكي حاب تعاوديها شحال من مره. هنا ندخلها في الثلاجه نخليها تبرد وانتو نقسموها مع بعض. عاودنا ولينا معكم. هاي ديك الكيكه تاعي بعد ما بردت زدت لها شويه تاع سكر غلاس من الفوقه وشويه تاع لافيدور. نقسمها معكم باش تشوفوا كيفاش قلت لكم تجي طريه لداخل وتجي كانها مشربه. شوفوا الله يبارك تخرج قلت لكم وكأنها مشربة، تخرج مشمخة، تخرج الله يبارك. نتمنى برك ان شاء الله انكم تجربوها ان شاء الله وتفرحوا بها الوليدات. انا ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.